أول حاجة الفيديو ده بنشكركم إنكم اشتركتوا في القناة وعملتوا إعجاب بالفيديو. ده ساعدنا كتير في إن احنا نعرف نوصل للفيديو اللي احنا فيه ده. الولد والبنت دي كانوا عايشين في أسرة سعيدة، بس هي كانت آخر شقاوة. كانت على طول بتعمل دوشة وهو كان ساعات بيبقى عايز يقرا، ولما الأب بيجي كانوا كلهم بيجروا عليه بيقولوا له احنا النهاردة اليوم كان جميل جدا. وهو جاب هدية للبنت بس يا عيني ناسي يجيب هدية للولد. قال له انا ما جبتلكش هديه لان انت ما كنتش محتاج حاجه، انت عندك لعب كتير. بس البنت ما كانش عندها. هو الولد كان متضايق بس خبط في اخته من غير ما يقصد بالغلط، بس هو من عصبيته راح مكسر اللعبه بتاعتها. ما ينفعش ابدا العصبيه تخلينا نطلعها على حاجه احنا مش بتاعتنا ولا حتى بتاعتنا، ما ينفعش نكسر حاجه. الاب جاله قال له ازاي تكسرها وانت متضايق؟ احنا ليه بنعمل كده في الزعل؟ الولد زعل جدا وراح سايب البيت ومشي. هو كان زعلان من نفسه، هو ما كانش زعلان من حد تاني. راح يشوف أسرة قاعدة بتاكل، كانوا مبسوطين جدا ببعض. هو بقى افتكر الأيام اللي كان بيلعب هو وباباه مبسوطين. فين الأيام الجميلة دي؟ والأخت هي اللي بقت مستحوذة على الأب كل الوقت. انتوا كمان عملتوا إعجاب بالفيديو واشتركتوا في القناة ولا لسه؟ راح لقى 2 أولاد قاعدين بيلعبوا بالسكيت بورد زي ما انتوا شايفين. حاول يتزحلق بيها وده أخد مواقف صعبة جدا. ده أخد شوارع محدش يقدر تاني ياخدها، وكان بيستعرض بيها قدام أصحابه لغاية أما وقع واتكسر. وكمان اتكسرت السكيت بورد بتاعته. هي برضه مش بتاعته، دي بتاعت الولد التاني. وزي ما انتوا شايفين الولد التاني زعلان جدا. راحوا الأولاد ضربوه وخدوا حاجتهم ومشوا. ادي آخرة اللي يلعب بحاجة مش بتاعته ويكسرها. لازم لما نلعب بحاجة حد تاني نبقى محافظين عليها كويس. الأب والأم اتخضوا جدا على الولد، والبنت كمان قعدوا يدوروا عليه في كل حتة لأن هو كان لسه مرجعش والدنيا قربت تليل. هو كان ماشي بالعجلة بتاعته ومقرر إن هو مش هيرجع البيت تاني. وفجأة كان في واحد كان هيخبط الراجل الكبير ده بالموتوسيكل بتاعه. هو أنقذ الراجل، قال له أنت مالك؟ إيه اللي حصل لك؟ قال له مفيش، أنا كنت بلعب وكسرت حاجة حد تاني واتعورت، بس أنا دلوقتي جعان جدا. الراجل قال له أنا معايا أكل كتير، تعالى معايا هأكلك. يا ترى الراجل هيخطفه ولا هياخد باله منه؟ ده اللي هنشوفه في آخر الفيديو. الأب قعد يدور على ابنه طول الوقت وفي كل حتة ومش لاقيه. الدنيا ليلت ومحدش عارف يشوفه، حتى الاتنين دول قالوا ده كان بيلعب وكسر البورد واحنا من ساعتها ما شفناهوش. هو الراجل اتخض أكتر، قال لحسن يكون اتعور ولا حصل له حاجة. بس هو كان الصراحة الراجل ده هو اللي واخد باله منه. قال له ايه رأيك؟ مش عايز اروحك بيتك؟ قال له لا 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 انا مش عايز غير فلوس. قال له طيب خلاص خد فلوس اهو، بس فكر انك ممكن تروح البيت. البنت وهي بتدور على اخوها الكلب ده قعد يهددها وقعد يهوهو حواليها وهي كانت خايفة جدا. الاب سمع الصوت، نزل من عربيته وراح يشوف بنته مالها. راح مخوف الكلب وقال لها ما تزعليش وما تخافيش، انا هروحك دلوقتي. الولد هرى نفسه لعب وعمال يلعب في كل الألعاب مع الراجل الكبير. والراجل الكبير عرف ده مين باباه وراح مكلمه في التليفون قال له ما تخافش ابنك معايا، هو لسه زعلان مش عايز يروح البيت، بس ما تخافش أول ما هينام أنا هقولك عشان تيجي تاخده. وأول ما الولد نام الراجل الكبير فعلا اداه لباباه. ده طلع راجل طيب فعلا، ما طلعش شرير ولا حاجة. الأب أخد الولد وراح بيه البيت. وفجأة الولد صحي لقى نفسه مش عند الراجل الكبير، لقى نفسه في بيته. خاف من أهله لحسن يبقوا زعلانين منه، بس هم ما كانوش زعلانين. ودي النهاية السعيدة بتاعت الفيديو بتاعنا.